الفيديو ده بقى من اكلات توفير التوفير. هعمل من نص كيلو لحمه مفرومه كميه الكفته اللي حضراتكم شايفينها دي. تعالوا بينا نشوف هنعملها ازاي، بس الاول تعملوا اكسبلور كتير ولايك وشير. يلا بينا نشوف عملت ايه ونقول بسم الله وعلى بركه الله. اول حاجه جبت بطاطستين وسلقتهم على النار، بعد كده جبت البصل والفلفل الاخضر والجزر وضربتهم في الكبه كده. بعد كده جبت الصينيه كده وحطيت فيها ايه شويه زيت، وحطيت فيها قطعه من الزبده او حته سمنه اي حاجه. وبعد كده حطيت فيها نص كيلو اللحمه المفرومه. تمام. اول ما اللحمه كده لونها يدخل في السويه هحط الخضار اللي احنا ضربناه في الكبه مع بعض. بعد كده حطيت سنه دبس رمان، ودي اختياري براحتكم خالص. بعد كده حطيت ملح وفلفل وبابريكا وشويه قرفه وشويه بهارات لحمه. هستنى لما اللحمه المفرومه تبرد شويه، وهضيف عليها البطاطس المسلوقه، وهضيف عليها كمان شويه بقدونس كده متقطعين. همكسهم بقى كده مع بعض، وبعد كده هلاقيها طريه شويه فهحط لها شويه بقسماط مطحون يمسكها. تمام. هحط البيض، وبعد كده هحط على البيض ملح وفلفل اسود. تمام. بعد كده بقى هبدا ان انا اصبع الكفته. عايزه اقول لكم اصلا اللي طعمها حلو قوي. الكفته صبعتها، بعد كده حطيتها في البقسماط، وبعد كده حطيتها في البيض، وهرجع احطها في البقسماط تاني. هتلاقوها نشفت كده، نفشت شويه، بقت حلوه جدا. عايزه بقى اقول لكم ان طعمها جامد اخر حاجه، طعمها حلو قوي قوي، هتعجبكم جدا ان شاء الله. طبعا هنقليها وهترمي معانا كميه بسم الله ما شاء الله كمان غير اللي اتاكل منها. يعني عايزه اقول لكم جامده من الاخر. ما تنسوش بقى اهم حاجه تعملوا اللايك والشير، وما تنسوش لو وصلتوا لهنا تصلوا على النبي وتتابعوني منوعات ساره جمال. باي باي حلوين. أحمي